ساعد مليكك ووطنك يدا بيد. إنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الملك الذي يعيش أصعب مراحل حياته مهموما بهم دولة وحكمها وسيطرته عليها، وهم المرض المرهق، وهم فقد الأخ والولي الأمين، وهم ضيوف الرحمن للحج وحفظ الأمن الداخلي، وهم السياسة الخارجية لبلاده، وهم شعبه وتلبية متطلبات حياته الكريمة. هموم تراكمت على عاتق رجل قاربت 90 عاما من عمره يحكم دولة من أكثر الدول للعلاقات الخارجية في مجال الأعمال والاقتصاد. إنه يعاني الكثير، لقد بانت علاماتها أثناء خروجه من المدينة الطبية بالحرس الوطني وكأنه مبهم لا يعلم أيحزن لأخيه أم يدير أعمال بلاده أم يشكي آلام المرض أم يبحث عن راحة المسن في عمره. ربنا إنك قلت وقولك الحق وادعوني أستجب لكم. اللهم اشف خادم بيتك الملك عبد الله واجعله ذخرا للإسلام والمسلمين يا رب. اجعله غصة في حلوق أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفه شفاء لا يغادر السقما. اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.